الجوانب الخفية لمريض السكري، أعراض ما حد يتكلم عنها، أعراض تخليك تشك بنفسك كأنها وسواس، وهي في الحقيقة رسالة من جسمك. مين منكم لاحظ هذه الأشياء على نفسه؟ واحد، تعصب غير مبرر، تغضب من أتفه سبب، تنفعل على اللي حولك، نقاشك يصير حاد وكأنك في معركة، والحقيقة غالبا ما يكون سكرك مرتفع. الشيء الثاني ربما عايشته إحساس مختلف عن اللي حولك، مثلا أنت حران وتبغى تشغل المكيف، واللي معك يقولون لك اليوم ممتاز وانت مو قادر تقتنع. هذا احساس شائع مع ارتفاع السكر. ثالث شيء وقد يكون برضو صادفك، نار هادئه داخل الجسم، تمشي في الشارع تحس حراره داخليه، نار خفيه ما ترى لكن تحس، تبغى اي مكان بارد باي طريقه، جسمك يقول لك سكرك عالي. مشكله كثير يفسرها توتر او عصبيه او ضغط نفسي، وما يخطر بباله يقيس السكر. السكر ما يوقع لكنه يغير احساسك وسلوكك. والسؤال لك الآن، هل قد مرت عليك هذه الأعراض؟ اكتب نعم واحكي لنا تجربتك، يمكن تعليقك ينبه شخص ما كان منتبه لنفسه. والأخيرا تخبر بصحتك.